قسما بجلال الله في ناس كانت تخطب جمعة بالمسلمين في مواقف ملعب الأمير عبد الله الفيصل قبل مباراة الاتحاد. توصل لهذه الثقافة، تروح معاك لما هي أبعد من كذا. بندر روحتك لملعب في السعودية معاناة، إذا ما كنت منصة معاناة، يعني معاناة ما بعدها معاناة. فلازم تحسن من تجربة المشجع عشان المنتج لا يصير رهيب ويصير هو نمبر 1، يعني زي ما احنا كاتحادين نمبر 1. واضح انه يحب الاتحاد. حضرت مباراة زيادة بزيادتين، حضرت مباراة الاتحاد، شفت البخاري الظهرية في القايلة عبد الله الفيصل 2008 2007 كذا، جمهور الاتحاد كلهم بخاري تحت الشجرة، بخاري مدري. صحيح فعلا جايين من وقت مبكر. صحيح معاناة عبد الله الفيصل. أنا أحمد عسيري كل يعني، وفي أجيال قبلنا ترى عانت أكثر مننا، ترى إحنا مدلعين يعني، فاهم يعني. أوكي أنا لحقت عبد الله الفيصل وهو بدون كراسي، ولحقته هو بكراسي، ولحقته هو بوابة إلكترونية. فالاتحاد معناته لازم تيجي بدري، هذا هو الاتحاد. بس تجي معك بخاري أهم شيء. وناكل بخاري يا أخي تحت الشعر يا عمي. في مباريات الناس تخطب جمعة إذا كانت مباراة جمعة. قسما بجلال الله في ناس كانت تخطب جمعة بالمسلمين في مواقف ملعب الأمير عبد الله الفيصل قبل مباراة الاتحاد. توصل لهذه الثقافة، تروح معاك لما هي أبعد من كذا. بندر فأتمنى إنه يكون ذا الموسم يا أخي نعرف إحنا مين بس، والمسؤول يعرف إنه إحنا مين. مسؤول في نادي الاتحاد يعرف هذا النادي إيش. يعني أنت عندك شك في دومينغو سواريز أوليفيرا؟ يعني رجل جاي من تجربة جديدة، ثقافة جديدة، إيه؟ النجاح خليني أقول لك مذهل في بنفيكا. رجل يعني ترى أخذ بنفيكا من الإفلاس، إيه؟ من السقوط إلى الهاوية إلى المجد. صنع خلينا نقول تأثير على مستوى الماركتينج، على مستوى المداخيل، على مستوى اللاعبين الشبان، على مستوى أمور كثيرة غيرها في بنفيكا إلى النقلة، هذه النقلة الكبيرة. صحيح. الآن هذا الرجل يجي ويبني أساس في الاتحاد، ومن أول 4-5 شهور أنا بالنسبة لي ألمس هذا الشيء على أرض الواقع. يعني ألمس إنه الاتحاد جالس يتعاقد مع لعيبة 21 22. صحيح. ما عاد ياخذ حسن كادش، لا ياخذ أحمد الغامدي. الاتحاد جالس يعمل على تطوير الجماهير، وخلنا نقول التحفيز الجماهيري. الاتحاد جالس يشتغل على مستوى الماركتينج وزيادة العلامة التجارية، ونوصلها إلى ما هو أبعد. هل سواريز أوليفيرا قادر على خلق هذه الثقافة في تجربة جديدة؟ يعني الشرق الأوسط، السعودية، أندية بدون مداخيل أو بدون مداخيل عالية. لسماع هذه الحلقة كاملة أو أي بودكاست في العالم، حمل تطبيق راديو 8.